اخواتي وحبايبي طلاب الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تخيل كده معايا ان واحد حل اكتر من 50 نموذج شامل وقعد يقطع نفسه طول السنه ويسهر ويجتهد وجاب 94%، وواحد تاني حل 5 نماذج بس، يعني 10% من اللي حله الاولاني وجاب 98%. السؤال هنا بقى، هل دي مساله ذكاء ولا مساله مذاكره وكسل ولا مسألة استراتيجية ومذاكرة صحيحة؟ في الفيديو ده ان شاء الله هقولك على كل حاجة، ولو فهمته كويس هيوفر عليك تعب شهور، وبدل ما تذاكر كتير وتجيب قليل هتذاكر اقل وتجيب اعلى. بس قبل بقى ما نبدأ في الفيديو بتاع النهاردة، انا عايزك طبعا تشترك في القناة وتدوس لايك للفيديو علشان طبعا تشجعني ان انا نكمل ونعمل فيديوهات زي دي كتير. تعالى بقى اقولك على 5 حاجات هيخلوك تحل قليل وتجيب درجات كتير. يلا بينا. اول حاجه، كميه المذاكره مش كل حاجه. طبعا الطالب الاول حل نماذج كتير واشتغل كتير وده الواقع، كان كل يوم يصحى ويقول انا هحل 3 امتحانات النهارده ويحلهم فعلا. بس المشكله هنا بقى ان هو بيحل وخلاص، مش بيركز، مفيش وقفه بعد كل امتحان وبيسال نفسه انا غلطت ليه. هو بيحس ان هو بيشتغل وبيحس ان هو بيتقدم، بس الحقيقه بتقول ان هو بيكرر نفس الاخطاء وبيرجع مكانه، وده بيسموه الانجاز الكاذب. بتحس ان انت بتشتغل كتير بس النتيجه في الاخر مش زي ما كنت متوقعها. عارف ليه؟ علشان انت مش ماشي على خطه، مش بتحلل، مش بتتعلم من كل محاوله. فلازم يكون عندك خطه واضحه وصريحه علشان تلاقي تطور في مستواك. الحاجه التانيه المهمه بقى، الاستراتيجيه اهم من الكميه. الطالب التاني حل 5 نماذج بس خلي بالك كل نموذج فيهم كان فيه مشروع كامل متكامل، كان قاعد يذاكر وكانه في لجنه الامتحان بالظبط، حط لنفسه وقت، قفل الموبايل وطبع الورق، وبعد ما خلص الامتحان بدأ بأهم حاجة، مرحلة التحليل. أنا مش عايز أقولك إن الشخص ده راجع كل سؤال في الامتحان، حتى الأسئلة اللي هو حللها صح، وطبعا سأل نفسه ليه اخترت الإجابة دي؟ هل كنت واثق منها ولا كنت بهبد؟ طب مثلا يعني لو السؤال ده اتكرر بصيغة مختلفة هعرف أجاوب عليه ولا هقع؟ طب إيه هي الفكرة من ورا السؤال ده؟ طب أنا مثلا لو غلطت هل السبب إن المعلومة مش واضحة ولا أنا نسيت ولا السؤال أصلا هو كان جاي لي صعب؟ وأسئلة زي دي كتير وأكتر، وهو ده الشغل الصح. هو ده الفرق ما بين انك تحل وانك تتعلم من الحل. وتالت حاجة هقولك عليها النهاردة، التحليل بعد الحل. لانك طبعا لو بتحل كتير من غير تحليل كأنك بالظبط شخص رايح جيم وبيتمرن غلط ومستني يعمل عضلات. اكيد مش هيعمل عضلات، ليه؟ بيتمرن غلط، بيتعب كتير بس جسمه مش بيتغير علشان الشخص ده ما رجعش يشوف هو غلط في ايه ويصلحه. فانت الفتره دي بعد كل امتحان تحله لازم تقف كده وتعمل لنفسك تقرير تكتب فيه كل الاسئله اللي انت غلطت فيها، وتكتب السبب في الغلط، وتكتب ايه هي الحاجه اللي انا المفروض كنت اعملها علشان ما اغلطش الغلط ده تاني، وكمان تكتب هو انا محتاج اراجع الدرس ده تاني ولا خلاص كده. وطبعا مع الوقت هتلاقي نفسك بتقلل من الغلطات واحده واحده، وهو ده بالظبط اللي الطالب التاني عمله. ورقم 4، الفيك برودكتيفيتي. يعني في طلاب كتير فاكرين ان هم بيذاكروا بجد، بس الحقيقه عكس كده تماما. الحقيقه بتقولك ان هم شغالين على الوهم، بيحلوا كتير وبيدونوا كتير وكمان بيسمعوا فيديوهات بالساعات، بس مفيش تطور حقيقي. عارف ليه؟ علشان هم مش بيراجعوا نفسهم، مش بيقيموا مستواهم صح. كل تركيز الناس دي على الكميه مش النوعيه، وده غلط كبير جدا. لازم تركز على الكيف مش الكم. وطبعا ده شيء بيحصل معانا كلنا، تحس ان انت عملت شغل كتير بس لما تخش الامتحان تحس كده ان انت مهزوز ومش واثق من نفسك. ساعتها يجيلك احباط قد كده وتقول لنفسك انا فاشل، وتقول كمان لنفسك انا اكيد ما نستاهلش نتيجه كويسه. عايز مني؟ انت تستاهل نتيجه احسن، بس انت محتاج تشتغل على ذكائك في المذاكره مش بس مجهودك. والحاجه الخامسه عندنا النهارده، الخطوات العمليه. هقولك على حاجات دلوقتي لو انت عايز تبدا شغل صح لازم تعملهم. رقم 1، حل امتحان شامل كل يوم، وده مش مجرد تمرين، ده كانه امتحان حقيقي، كانك قاعد في لجنه اخر السنه بالظبط. يعني وقت محدد، مكان ثابت، من غير اي مشتتات وملهيات. رقم 2، اتاكد ان انت لما تخلص الامتحان اعمل جدول باخطائك، اكتب بقى فيه نوع السؤال، الدرجه اللي ضاعت، سبب الخطا ايه، نسيان ولا استعجال ولا فهم غلط منك. لازم تعرف كل ده. رقم 3، لازم تعمل خطة مذاكرة مبنية على أخطائك أنت. مثلا أنت غلطت في سؤال في شابتر التكاثر في مادة الأحياء، يبقى أكيد الفترة دي لازم تراجع كويس جدا على شابتر التكاثر وتحل عليه كتير. رقم 4، بعد ما تخلص كل امتحان وتحلل أخطائك راجعه تاني، يعني اليوم اللي بعديه حله تاني. شوف بقى هل الغلط انت بتكرره تاني وبتغلط في نفس الاسئله تاني ولا عرفت فكرتها بجد. ولو انت كررت الغلط تاني يبقى اكيد انت عندك مشكله، سواء في الفهم او التثبيت او ممكن الاستعجال كمان، عادي جدا. رقم 5، هقولك على حاجه تعملها هتكون مرجع ليك ليالي الامتحان. اعمل ملف اسمه سجل الغلطات، اكتب فيه كل حاجه غلطت فيها. بص كله، هو ده اللي هيخليك تراجع المنهج كله وتلم المنهج كله ليالي الامتحان. هو ده اللي هيفرق معاك حرفيا. سجل الغلطات في كل حاجة، اي حاجة غلطت فيها واي حاجة تقف قدامك شايفها صعبة حطها في السجل ده. واخر حاجة عايزك تعرفها النهاردة، ان مش عشان انت بتذاكر قليل انت فاشل. ممكن يكون انت بتذاكر بتركيز وتوصل، ممكن واحد تاني بيذاكر 12 ساعة في اليوم بس مش بيذاكرهم بتركيز، فده مش هيوصل. انت ممكن تذاكر 6 ساعات بس توصل، ليه؟ علشان ذاكرتهم بتركيز. فالنجاح مش للي بيذاكر اكتر،
النجاح للي بيذاكر وهو عارف بيعمل ايه، ماشي صح. لان اللي جاب 98% ده شخص مش ساحر، ده شخص اشتغل بعقل، عرف هو محتاج ايه واشتغل عليه ووفره، ركز على جودة مذاكرته وتحليله لأدائه. علشان كده الشخص ده لقى نتيجة اخر السنة كبيرة جدا ورضيته. فانا عايزك تعمل زيه بالظبط وما تستسلمش عشان لسه في وقت. وخدها مني، طالما الامتحان مش دلوقتي حالا اكيد لسه في وقت. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. وباكد عليك تاني، اشترك في القناه دلوقتي علشان مفيش حاجه تفوتك قدام. وقبل ما اقفل الفيديو بتاعي هتلاقيني حاطط لك جوه في القناه بتاعتي لينك جروب التليجرام الخاص بثالثه ثانوي، خش فيه علشان هنزلك الفتره الجايه عليه حاجات هتنفعك في الامتحانات. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله، سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.